أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أرسل رسالتي هذه إلى من له ضمير حي، إلى كل إنسان فيه إنسانية. إخواننا، شعبنا لا زال يعاني في سجون المملكة العربية السعودية. ما ذنب هذا الشعب؟ هل ينبغي أن نعامل هكذا ونحن أبناء النجاشي الذي آوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن حينما شردتهم قريش وظلمتهم واضطهدتهم وأخرجتهم من بلادهم من ديارهم، هذه البلدة هي التي آوتهم، سكنوا فيها، عاشوا تحت ظلها مطمئنين آمنين. ألسنا نحن؟ أليست أم أيمن حاضنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حبشية التي كانت تعتني به وتحتضنه وتطعمه وتشربه وتلبسه؟ أليس بلال منا نحن الحبشة؟ يا أهل المملكة، أليس فيكم رجل رشيد؟ كيف يستطيع من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يعامل إنسانا هذه المعاملة؟ إخواننا وأخواتنا في السجن، بعضهم حبلى، وهناك أطفال صغار يحتاجون إلى عناية مركزة. كيف ترمونهم في سجن في أرض فيه حرارة مرتفعة جدا، ليس فيه مكيف ولا هواء ولا طعام كاف ولا شراب؟ يا شعوب العالم الحر، أين أنتم؟ أين أنتم المتشدقون بحقوق الإنسان من هؤلاء؟ أليسوا هؤلاء بشر؟ ما هي معاييركم التي تزنون بها الإنسانية؟ بالبشرة؟ بالمال؟ بالثروة؟ بماذا؟ أليسوا هم بشر؟ يا أهل سعود، يا أهل المملكة العربية، أليس هذا عيبا عليكم؟ أليس نزل فيكم أو في هذا الأرض المقدس قرآن يتلى إلى قيام الساعة وهو يقول لكم ولقد كرمنا بني آدم؟ بني آدم بكونه، بمجرد كونه بني آدم، ألا ينبغي أن يحترم؟ لقد خلق الله هذا الإنسان مكرما حرا، بعيدا عن ديانته، بعيدا عن جنسيته، بعيدا عن لون بشرته، يكفي أن يحترم لكونه إنسانا فقط. أين الرحمة؟ ألا ترحمون النساء؟ ألا ترحمون الحوامل؟ ألا ترحمون الأطفال؟ ألا تخافون الله؟ هؤلاء ماذا فعلوا بكم؟ نعم، هذه الدنيا هي قلب، ربنا سبحانه وتعالى يدبر الأمور،
يجعل الأعلى أدنى والأدنى أعلى، يجعل الغني فقيرا والفقير غنيا. هؤلاء جاءوا إليكم يطلبون قوت يومهم ويريدون أن يغيروا حياتهم. لا أستطيع أن أقول كل من دخل إلى بلدكم كلهم أناس طيبون، أناس أوفياء، فيهم الطيب وفيهم الخبيث، وفيهم الفاسد، وفيهم الخائن الكاذب، وفيهم المجرم. نعم، هذه طبيعة البشر. لكن كيف نعامل الأغلبية بممارسة الأقليات، بممارسة فرد أو فردين أو مجموعة صغيرة؟ اتقوا الله ربكم، اتقوا الله، اتقوا الله، والله يراكم. عاملوهم كبشر. هذا جزاؤنا. ماذا تقولون يوم القيامة أمام رب العالمين؟ ماذا يكون جواب ظلمكم واضطهادكم وإهانتكم هذا لهؤلاء المساكين؟ خدموكم، أعدوا طعامكم، ونظفوا بيوتكم، وقاموا بخدمتكم، بتربية أولادكم، وقاموا بخدمتكم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا أيها العلماء، أيها الدعاة، أيها الغيورون، أين أنتم؟ ألا يهمكم أمر هؤلاء المساكين الذين رموا في السجون ولا يدرون ماذا يحدث بهم حينا بعد حين؟ كل يوم نسمع موتى. من ماذا؟ من العطش، من الجوع، من الحرارة. ألا تخافون الله عز وجل؟ ألا تخافون الله عز وجل؟ أيها الدبلوماسيون، ما هو دوركم؟ أليس هذا هو دوركم الأساسي؟ كل ينبغي أن يقوم بواجبه. نعم، نحن على الدنيا هنا وهناك ابتلاءات ومحن على مستوى الفرد أو الجماعة أو البلد أو القطر أو العالم، لكن هؤلاء في السجن. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ دخلت امرأة في هرة. لماذا؟ حبستها، سجنتها، ولم تطعمها. هل أرواح هؤلاء أقل كرامة من أرواح الهرة؟ هذه هي رسالتي إلى كل إنسان عنده ضمير إنسانية، إلى كل إنسان لم تمت فيه ذرة من الرحمة، إلى كل إنسان لا يفرق بين الإنسانية باللون ولا بالطبقات التي تضعها البشر، ينظر إلى الإنسان كلهم كأبناء آدم. وأفوض أمري إلى الله.
أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أرسل رسالتي هذه إلى من له ضمير حي، إلى كل إنسان فيه إنسانية. إخواننا، شعبنا لا زال يعاني في سجون المملكة العربية السعودية. ما ذنب هذا الشعب؟ هل ينبغي أن نعامل هكذا ونحن أبناء النجاشي الذي آوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن حينما شردتهم قريش وظلمتهم واضطهدتهم وأخرجتهم من بلادهم من ديارهم، هذه البلدة هي التي آوتهم، سكنوا فيها، عاشوا تحت ظلها مطمئنين آمنين. ألسنا نحن؟ أليست أم أيمن حاضنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حبشية التي كانت تعتني به وتحتضنه وتطعمه وتشربه وتلبسه؟ أليس بلال منا نحن الحبشة؟ يا أهل المملكة، أليس فيكم رجل رشيد؟ كيف يستطيع من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يعامل إنسانا هذه المعاملة؟ إخواننا وأخواتنا في السجن، بعضهم حبلى، وهناك أطفال صغار يحتاجون إلى عناية مركزة. كيف ترمونهم في سجن في أرض فيه حرارة مرتفعة جدا، ليس فيه مكيف ولا هواء ولا طعام كاف ولا شراب؟ يا شعوب العالم الحر، أين أنتم؟ أين أنتم المتشدقون بحقوق الإنسان من هؤلاء؟ أليسوا هؤلاء بشر؟ ما هي معاييركم التي تزنون بها الإنسانية؟ بالبشرة؟ بالمال؟ بالثروة؟ بماذا؟ أليسوا هم بشر؟ يا أهل سعود، يا أهل المملكة العربية، أليس هذا عيبا عليكم؟ أليس نزل فيكم أو في هذا الأرض المقدس قرآن يتلى إلى قيام الساعة وهو يقول لكم ولقد كرمنا بني آدم؟ بني آدم بمجرد كونه بني آدم ألا ينبغي أن يحترم؟ لقد خلق الله هذا الإنسان مكرما حرا، بعيدا عن ديانته، بعيدا عن جنسيته، بعيدا عن لون بشرته، يكفي أن يحترم لكونه إنسانا فقط. أين الرحمة؟ ألا ترحمون النساء؟ ألا ترحمون الحوامل؟ ألا ترحمون الأطفال؟ ألا تخافون الله؟ هؤلاء ماذا فعلوا بكم؟ نعم، هذه الدنيا هي قلب، ربنا سبحانه وتعالى يدبر الأمور
يجعل الأعلى أدنى والأدنى أعلى، يجعل الغني فقيرا والفقير غنيا. هؤلاء جاءوا إليكم يطلبون قوت يومهم ويريدون أن يغيروا حياتهم. لا أستطيع أن أقول كل من دخل إلى بلدكم كلهم أناس طيبون، أناس أوفياء، فيهم الطيب وفيهم الخبيث، وفيهم الفاسد، وفيهم الخائن الكاذب، وفيهم المجرم. نعم، هذه طبيعة البشر. لكن كيف نعامل الأغلبية بممارسة الأقليات، بممارسة فرد أو فردين أو مجموعة صغيرة؟ اتقوا الله ربكم، اتقوا الله، اتقوا الله، والله يراكم. عاملوهم كبشر. هذا جزاؤنا. ماذا تقولون يوم القيامة أمام رب العالمين؟ ماذا يكون جواب ظلمكم واضطهادكم وإهانتكم هذا لهؤلاء المساكين؟ خدموكم، أعدوا طعامكم، ونظفوا بيوتكم، وقاموا بخدمتكم، بتربية أولادكم، وقاموا بخدمتكم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا أيها العلماء، أيها الدعاة، أيها الغيورون، أين أنتم؟ ألا يهمكم أمر هؤلاء المساكين الذين رموا في السجون ولا يدرون ماذا يحدث بهم حينا بعد حين؟ كل يوم نسمع موتى. من ماذا؟ من العطش، من الجوع، من الحرارة. ألا تخافون الله عز وجل؟ ألا تخافون الله عز وجل؟ أيها الدبلوماسيون، ما هو دوركم؟ أليس هذا هو دوركم الأساسي؟ كل ينبغي أن يقوم بواجبه. نعم، نحن على الدنيا هنا وهناك ابتلاءات ومحن على مستوى الفرد أو الجماعة أو البلد أو القطر أو العالم، لكن هؤلاء في السجن. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ دخلت امرأة في هرة. لماذا؟ حبستها، سجنتها، ولم تطعمها. هل أرواح هؤلاء أقل كرامة من أرواح الهرة؟ هذه هي رسالتي إلى كل إنسان عنده ضمير إنسانية، إلى كل إنسان لم تمت فيه ذرة من الرحمة، إلى كل إنسان لا يفرق بين الإنسانية باللون ولا بالطبقات التي تضعها البشر، ينظر إلى الإنسان كلهم كأبناء آدم. وأفوض أمري إلى الله.
أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أرسل رسالتي هذه إلى من له ضمير حي، إلى كل إنسان فيه إنسانية. إخواننا، شعبنا لا زال يعاني في سجون المملكة العربية السعودية. ما ذنب هذا الشعب؟ هل ينبغي أن نعامل هكذا ونحن أبناء النجاشي الذي آوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن حينما شردتهم قريش وظلمتهم واضطهدتهم وأخرجتهم من بلادهم من ديارهم، هذه البلدة هي التي آوتهم، سكنوا فيها، عاشوا تحت ظلها مطمئنين آمنين. ألسنا نحن؟ أليست أم أيمن حاضنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حبشية التي كانت تعتني به وتحتضنه وتطعمه وتشربه وتلبسه؟ أليس بلال منا نحن الحبشة؟ يا أهل المملكة، أليس فيكم رجل رشيد؟ كيف يستطيع من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يعامل إنسانا هذه المعاملة؟ إخواننا وأخواتنا في السجن، بعضهم حبلى، وهناك أطفال صغار يحتاجون إلى عناية مركزة. كيف ترمونهم في سجن في أرض فيه حرارة مرتفعة جدا، ليس فيه مكيف ولا هواء ولا طعام كاف ولا شراب؟ يا شعوب العالم الحر، أين أنتم؟ أين أنتم المتشدقون بحقوق الإنسان من هؤلاء؟ أليسوا هؤلاء بشر؟ ما هي معاييركم التي تزنون بها الإنسانية؟ بالبشرة؟ بالمال؟ بالثروة؟ بماذا؟ أليسوا هم بشر؟ يا أهل سعود، يا أهل المملكة العربية، أليس هذا عيبا عليكم؟ أليس نزل فيكم أو في هذا الأرض المقدس قرآن يتلى إلى قيام الساعة وهو يقول لكم ولقد كرمنا بني آدم؟ بني آدم بكونه، بمجرد كونه بني آدم، ألا ينبغي أن يحترم؟ لقد خلق الله هذا الإنسان مكرما حرا، بعيدا عن ديانته، بعيدا عن جنسيته، بعيدا عن لون بشرته، يكفي أن يحترم لكونه إنسانا فقط. أين الرحمة؟ ألا ترحمون النساء؟ ألا ترحمون الحوامل؟ ألا ترحمون الأطفال؟ ألا تخافون الله؟ هؤلاء ماذا فعلوا بكم؟ نعم، هذه الدنيا هي قلب، ربنا سبحانه وتعالى يدبر الأمور
يجعل الأعلى أدنى والأدنى أعلى، يجعل الغني فقيرا والفقير غنيا. هؤلاء جاءوا إليكم يطلبون قوت يومهم ويريدون أن يغيروا حياتهم. لا أستطيع أن أقول كل من دخل إلى بلدكم كلهم أناس طيبون، أناس أوفياء، فيهم الطيب وفيهم الخبيث، وفيهم الفاسد، وفيهم الخائن الكاذب، وفيهم المجرم. نعم، هذه طبيعة البشر. لكن كيف نعامل الأغلبية بممارسة الأقليات، بممارسة فرد أو فردين أو مجموعة صغيرة؟ اتقوا الله ربكم، اتقوا الله، اتقوا الله، والله يراكم. عاملوهم كبشر. هذا جزاؤنا. ماذا تقولون يوم القيامة أمام رب العالمين؟ ماذا يكون جواب ظلمكم واضطهادكم وإهانتكم هذا لهؤلاء المساكين؟ خدموكم، أعدوا طعامكم، ونظفوا بيوتكم، وقاموا بخدمتكم، بتربية أولادكم، وقاموا بخدمتكم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا أيها العلماء، أيها الدعاة، أيها الغيورون، أين أنتم؟ ألا يهمكم أمر هؤلاء المساكين الذين رموا في السجون ولا يدرون ماذا يحدث بهم حينا بعد حين؟ كل يوم نسمع موتى. من ماذا؟ من العطش، من الجوع، من الحرارة. ألا تخافون الله عز وجل؟ ألا تخافون الله عز وجل؟ أيها الدبلوماسيون، ما هو دوركم؟ أليس هذا هو دوركم الأساسي؟ كل ينبغي أن يقوم بواجبه. نعم، نحن على الدنيا هنا وهناك ابتلاءات ومحن على مستوى الفرد أو الجماعة أو البلد أو القطر أو العالم، لكن هؤلاء في السجن. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ دخلت امرأة في هرة. لماذا؟ حبستها، سجنتها، ولم تطعمها. هل أرواح هؤلاء أقل كرامة من أرواح الهرة؟ هذه هي رسالتي إلى كل إنسان عنده ضمير إنسانية، إلى كل إنسان لم تمت فيه ذرة من الرحمة، إلى كل إنسان لا يفرق بين الإنسانية باللون ولا بالطبقات التي تضعها البشر، ينظر إلى الإنسان كلهم كأبناء آدم. وأفوض أمري إلى الله.